مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد الخاص بتوقعات حالة الطقس بالجزائر. استمرار نزول أمطار وزخات رعدية أحيانا قوية خلال يوم الخميس ويوم الجمعة أول أيام شهر ماي. أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية جدا على سوق هراس عنابة سكيكدا قسنطينة سطيف برج بوعريريج بالعاصمة الجزائرية، وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. استمرار أمطار وعواصف رعدية حاضرة بقوة على جلفة وبسكرة وقسنطينة والسطيف وتيز وز وبرج بعريريج وبالعاصمة الجزائرية خلال يوم الأحد الثالث من ماي. استمرار تكونات رعدية أحيانا قوية على تيارت بوهران بجلفة، وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. خلال يوم الأربعاء السادس من ماي تشكل سحب غير مستقرة قد تعطي بعض الأمطار والزخات الرعدية الأحيانا القوية بتبسة وقسنطينة وبجاية والجلفة وغردية وورقلة والمشرية، وكذلك بتلمسان ومعسكر وغليزان وعين دفلة وتبازة، وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. خلال يوم السبت التاسع من ماي استمرار تكونات رعدية على بعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية والولايات الشرقية الجزائرية، وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. نحن في متابعة ورصد آخر التطورات بخصوص الحالة الجوية المرتقبة بالجزائر خلال نشراتنا القادمة. بخصوص التوقعات بعيدة المدى يوم الجمعة أول أيام شهر ماي، هناك أمطار وعواصف رعدية قوية جدا على بسكرة وتبسة وقسنطينة وبجاية والجزائر العاصمة وتيارت وتلمسان ومعسكر وغليزان وعند دفلة وتبازة، وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام القادمة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد.